السلام عليكم. عمرك حسيت انك بتاخد قرارات او بتتصرف بطريقة معينة من غير ما تفكر؟ زي لما تروح في اوضتك في الضلمة وتعرف مكان كل حاجة من غير ما تشوف. ده لان عقلك الباطن هو اللي شغال في الخلفية وبيتحكم في تصرفاتك واختياراتك من غير ما تاخد بالك. انا محمد السيد ودي قناة اي حاجة. تخيل ان 95% من قراراتك بتحصل من غير وعي كامل. يعني لو حصل لك موقف محرج قدام ناس ممكن تفضل حاسس انك مش عارف تتكلم قدام جمهور حتى لو مش فاكر الموقف ده. العقل الباطن بيسجل كل حاجة وبيأثر عليك من تحت لتحت. مثلا لو شخص وهو صغير كان كل ما يغلط أهله يقولوله انت فاشل، ممكن يكبر وعنده إحساس انه مش قادر ينجح في أي حاجة، مع انه في الحقيقة عنده قدرات، لكن عقل الباطن اتبرمج على الفشل. في تجارب بتثبت قوة العقل الباطن زي التنويم المغناطيسي اللي بيخلي الشخص يعمل حاجات هو مش مدرك، وده معناه انك ممكن تبرمج عقلك الباطن بنفسك، سواء بطريقة إيجابية أو سلبية، وده عن طريق التكرار والتخيل والعادات اليومية. السؤال هنا ازاي تقدر تستغل قوة عقلك الباطن لصالحك؟ لو عرفت الإجابة حياتك ممكن تتغير تماما.